شركة بايت دانس دي الشركة اللي عملت التيك توك أعلنت عن لينكس، ولينكس ده عبارة عن اوبن سورس مالتي بلاتفورم اب ديفلوبمنت فريم ورك مبني على راست. هو مش بس اب ديفلوبمنت فريم ورك، دي فريم ورك اجنوستنج، يعني تقدر تعمل موبايل ابلكيشن بفيو او سفلت او رياكت او غيرها. وده معناه ان دلوقتي بقى في منافس وشكله هيكون قوي لفلاتر ورياكت نيتف. خلونا نشوف كل واحد من دول بيشتغل ازاي، ونشوف لينكس شغاله ازاي ووعدت انها هتعمل ايه. لينكس وعدت انها اخيرا هتحل اكبر مشكله بيقع فيها كل المالتي بلاتفورم فريم ورك، وهي البرفورمانس. دي كانت مشكله كبيره جدا بتقابل الكروس بلاتفورم زي ايونيك، وبعدين لما ظهر رياكت نيتف وفلاتر. تمام. هنبدا بفلاتر. فلاتر بدات فعليا تحل المشكله دي بانها عملت سكيا جرافيك انجن. فكره السكيا انها مش بتعتمد على النيتف سيستم يو اي، هي بتعمل حاجه اسمها بيكسل بيرفكت ريندرنج، وبترسم كل حاجه فروم سكراتش بدون اي بريدج في النص. تمام. يعني انت دلوقتي في فلاتر مثلا مش بيبقى فيه بريدج في النص ان هو يحول لك اليو اي اليمنت ده لنيتف سيستم يو اي، لا، ده هي السكيا هي اللي بترسم اليو اي اليمنت فروم سكراتش، بتبنيه من اول وجديد. تمام. ده خلاها توصل لاعلى درجه من البرفورمانس مع طبعا سموث انيميشن. تمام. بس الامباكت بتاعه بقى ده اثر على ايه؟ على الابلكيشن سايز. المشكله بقت حجم الابلكيشن المكتوب بفلاتر بقى كبير جدا، لان انت بتعمل تشيب لكل اليو اي اليمنتس اللي انت رسمتها جوه الابلكيشن. فبدات الناس تشد في شعرها من الموضوع ده، تقول لك انا اوكي، انا دلوقتي بفلاتر وصلت البرفورمانس كويس، ووصلت السموث انيميشن ويو اي ريندرنج كويس، بس الاب سايز او الباندل سايز الابلكيشن سايز بتاعي كبير جدا. ده بالنسبه لفلاتر. تمام. طيب، جت رياكت نيتف خدت طريق تاني وحاولت تعمل بالانس ما بين البرفورمانس والفلكسبيليتي. قالت لك انا بدل ما ارسم كل حاجه من الاول واروح امباكت الابلكيشن سايز وبتاع وجع دماغي، انا هعمل رياكت كومبوننت، هخلي الرياكت كومبوننتس دي يتعمل لها ترانسليت او تترجم للبديل بتاعها للنيتف اليمنتس بنفس الشكل بالظبط. تمام. ده كان باستخدام جافا سكريبت بريدج في النص عشان يقدر يحول الكومبوننتس والفانكشنز اللي بتتكتب رياكت بالجافا سكريبت لنيتف كود. تمام. ده كده تمام من ناحيه فلكسبيليتي، بس راح جاي فاير باك في البرفورمانس، راح جاي ضرب البرفورمانس، فده في 60 داهيه. بعض الحالات كمان كان بيحصل ديلي عشان يتعمل ابديت لليو اي، وطبعا الناس اللي اشتغلت بالرياكت نيتف عارفين الكلام ده كويس. عشان رياكت نيتف تحل المشكله دي، الفريق بتاعهم قعد حوالي 6 سنين يعمل ريديفاين للاركتكتشر بتاع رياكت نيتف من اول وجديد، وطلعوا طبعا بالهرميز انجن. تمام. وعملوا اناونسمنت على رياكت نيتف اصدار 73 0.73 ان اعلنت دلوقتي بقى في حاجه اسمها دايركت لينك بين الجافا سكريبت والنيتف كود بدون اي بريدج في النص، مش هيبقى فيه بريدج في النص، وسموه بريدجلس اركتكتشر. يعني هنا عملوا اناونسمنت. تمام. وعلى طبعا الرياكت نيتف دوت ديف برضه قال لك ان في عندنا حاجه اسمها بريدجلس نيو اركتكتشر. ده بالنسبه للرياكت نيتف. نيجي بقى لينكس. لينكس واحد من المؤسسين بتوعها ده كان فورمالي، يعني لو دخلنا هنا على الاكونت بتاعه، واحد من مؤسسين لينكس ده كان او شغال يعتبر فورمر رياكت جي اس كور ورياكت نيتف، واشتغل على الريديفاين بتاع الاركتكتشر بتاع رياكت نيتف اللي هي المشكله بتاعه البريدج والكلام ده كله. ده من مؤسسين لينكس. جميل. طيب، ده يعتبر ادى للينكس افضليه، انها زي ما بنقول كده بدت من حيث انتهى الاخرون. هو بقى عارف المشاكل اللي موجوده في الكروس بلاتفورم وحاول يبعد عنها، وراح في الفريق بتاع لينكس او شركه بايت دانس قال لك هنطلع بفريم ورك جديده، وانا عارف المشاكل كلها بتاعه الكروس بلاتفورم، احنا هنحاول نتجنب الكلام ده ونظبطها. جميل. فاعطاهم افضليه في الحته دي. طيب، فهنا لينكس بتوعد ان هي هتخلي الكروس بلاتفورم افضل بكتير، بحيث ان هي هتحذف كل مشاكل الجافا سكريبت بالكامل. مش معنى كده مش هتكتب جافا سكريبت، لا، هي هتبعد عن او هتحذف المشاكل اللي كانت بتعملها الجافا سكريبت. تمام. طيب، هي شغاله بكونسبت جديد اسمه دوال ثريد. ايه فكره الدوال ثريد ده؟ هي اغلب الكروس بلاتفورم بتشتغل بثريد واحد بس. بيبقى فيه ثريد واحد بس. الثريد ده بيبقى فيه اليو اي ريندرنج واليو اي السينكرونس تاسك بتاعت اليو اي والحاجات دي كلها والهاندلنج والكود، فكل حاجه بتبقى موجوده في ثريد واحد. لينكس قالت لك لا، انا عندي كونسبت جديد او اركتكتشر جديد اسمه دوال ثريدد. ايه الدوال ثريدد ده؟
قال لك انا هفصل اليو اي عن اللوجيك، هيبقى عندي ثريد خاص باليو اي ستريم ماشي لوحده، وثريد تاني خاص باللوجيك الهيفي لوجيك مثلا او الاكسبنسيف لوجيك اللي بيأثر على الريندرنج بتاع اليو اي، هيبقى في ثريد ايه تاني مستقل. تمام. فعملت المين ثريد ده هيبقى مبني بحاجه اسمها برايم جي اس انجن. برايم جي اس انجن دي حوالي 210 كيلو بايت، وظيفتها ان هي بتهندل اليو اي تاسك بس، السينكرونس يو اي تاسك والانيشال لود بتاع الابلكيشن. يعني انت لما بتيجي تفتح الابلكيشن كده، فالمين ثريد دي هي اللي هتهندل الانيشال لود بتاع الابلكيشن واليو اي ريندرنج واليو اي تاسكس وكده. تمام. وفي نفس الوقت ان بقى في ثريد ثانيه شغاله اسمها باك جراوند ثريد، دي هيبقى فيها بقى الهيفي لوجيك او الاكتوال كود لوجيك بتاعك اللي هيتعمل له ران في الباك جراوند. تمام. الاركتكتشر ده وصل ان هو بقى وصلنا لليفل ما بقاش في حاجه اسمها بلانك سكرين. هم حتى بيستشهدوا بيها الايه نو بلانك سكرين. لو دخلنا على لينكس هنا وقلنا مثلا جيت ستارتد، لا مش في جيت ستارتد هنا، يس هنلاقي بلانك سكرين هنا. فهنا بيقول لك ايه بقى؟ لينكس اليمينيت بلانك سكرين. بقى عندها تو ابروتشز، الاول اسمه اي اف ار اللي هو الانستنت فيرست فريم ريندرنج. تمام. اللي هو الفيرست فريم ريندرنج اللي هو بتاع الانيشال لوب بتاع الابلكيشن وكده، والكونسبت الثاني اللي هو مين ثريد سكريبتنج اللي هو الام تي اس اختصار بتاعه. فهنا بقى انت زي ما انت شايف الانيميشن بقى سموث، لو انت تفتح الابلكيشن على طول انيشال لود بقى سريع جدا. وهنا وانت لو في سلايد او في حاجه ما بقاش فيه بلانك سكرين. طبعا هيفهم الكلام ده اكتر اللي شغالين في الموبايل ديفلوبمنت كروس بلاتفورم وكده. فدي الحاجات اللي بتستشهد بيها ايه لينكس. تمام. لحد هنا الكلام جميل. الاجمل بقى ان الانجن اللي شغاله بيه لينكس هو فريم ورك اجنوستنج. يعني ايه الكلام ده؟ فريم ورك اجنوستنج معناه ان انت تقدر تكتب باي لغه انت عايزها، مش شرط يكون رياكت نيتف. تمام. فانت ممكن تكتب فيو او تكتب رياكت او تكتب سفيلت او تكتب اي حاجه، ولما تيجي ترندر هيطلع لك التو ابلكيشن بتوعك عادي. معاها كمان ان هي بتسبورت النيتف سي اس اس زي الترانزيشنز والفاريبلز وكده. وفي اوت اوف ذا بوكس ممكن تشتغل بتيل ويند من غير ما يكون في بريدج زي اللي شغالين برياكت نيتف. طبعا عشان يشغل تيل ويند سي اس اس لازم بيستعمل حاجه اسمها نيتف ويند. جميل. فدي كل الحاجات اللي موجوده في لينكس دلوقتي. حاجه كمان ان برضو بقى في ابلكيشن برودكشن ريدي. يعني في ابلكيشن طلعت بلينكس، هم بيقولوا ان التيك توك استوديو ده طالع برودكشن، يعني اتعمل بلينكس وشغال دلوقتي اب اند ران. تمام. ده كده بالنسبه للينكس في وضعها الحالي. الوود اللي قالت عليه الله اعلم طبعا هتصدق فيها ولا لا، مش عارف. المشكله بالنسبه لي بالنسبه للينكس ان هي لسه جديده، ما فيش وراها اي ايكو سيستم او كوميونتي كبير. يعني احنا عارفين ان رياكت مثلا نيتف وراها اكسبو قوي جدا، بحيث ان انت لو استقيت في حاجه وانت شغال رياكت نيتف مثلا او في حاجه في النيتف النيتف ابلكيشن، بتروح على اكسبو على طول بتلاقي البديل بتاعها موجود في اكسبو. فده بالنسبه لرياكت نيتف. اللي شغالين فلاتر عندهم هيوج ويدجت لايبراري، انما لينكس لسه جديده. انا حاولت اعمل ديمو او بي او سي عشان الفيديو هنا، في بعض الحاجات استكيت فيها وحاولت اسيرش ما لقيتش ليها طرق. يعني الموضوع لسه هو يعتبر نيو بورن، لسه بامبينو صغير، لسه حاجه جديده مش ملهاش اي كوميونتي. ممكن مع الوقت طبعا تكبر وتبقى ليها الكوميونتي بتاعها وليها الباكجز بتاعتها واللايبريز والحاجات دي كلها، بس فور ناو هو لسه جديد. تمام. طيب تعالوا بقى نحاول نقوم ابلكيشن كده لوكال ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. هنيجي هنا فين اللينكس هنفتح ده كده جيت ستارتد. انا طبعا عملت الكلام ده كله خلاص. هنا هنكريت ابلكيشن وهم شغالين ب الار اس بي دي، والار اس بي دي هي سريعه جدا طبعا، اسرع من فيت والكلام ده كله. خلينا نجرب. هنعمل كده ار اس بي دي. انا كل ده خلصته، فخلونا نكريت دي كستارت. طيب هنيجي هنا هنعمل كرييت ار اس بي دي ليتست. تمام. هنسميه مثلا لينكس. اوكي. ده يكون ماشي تايب سكريبت مش مشكله. فهناخد زي سلنت وكريتير. هنيجي هنا نقول له سي دي لينكس. اوكي ام بي ام اي وبعدين ام بي ام ران ديف. ام بي ام ران ديف. هفتح طبعا اللينكس اكسبلورر. هنا شايف الباندلنج بتاعه سريع جدا. ناخد ده كوبي ونحط هنا جو. هنا فتح لي ده الابلكيشن. طبعا ملاحظين ان الانيشال لود ما خدش وقت خالص. ادوس كليك هنا هيغير اللوجو. طيب خلونا نجرب حاجه تانية. نفتح مثلا هنا نيو تاب. هنا انا عندي ايه
هقول له سي دي سورس. تمام. ده طبعا مكتوب هنا برياكت رياكت يعتبر ام فيم سورس. لا انا جوه الاب. اوكي. طيب هنا خلينا نبص عليها. اول حاجه هنا مفيش يعني هو بيمبورت هنا الكول باك والافكت واليوز ستيت من باكج خاصه بيهم هم لينكس جي اس رياكت. تمام. دي الايمجز طبعا، ودي الستيت هو كانه رياكت بالظبط. يوز افكت هنا اون تاب، دي الفانكشن دي هتعمل لها ران في الباك جراوند. يعني هنا ادي دي كده باك جراوند اونلي، فالفانكشن بتاعت اون تاب دي اللي هتعمل لها ران في الباك جراوند ثريد. تمام، عشان ما تعطلش موضوع الانيشال لود واليو اي ريندرنج. دي كده هنا اول حاجه. طب هنيجي هنا بالنسبه للاليمنتس، في element اسمه فيو، وده شبه رياكت نيتف. رياكت نيتف فيها فيو بس طبعا تبدا بقى الحرف كابيتال. وهنلاحظ ان هنا مفيش import فيو فوق. يعني هنا فوق مفيش import فيو. رياكت نيتف احنا بنimport الفيو، بنimport التكست، وبنimport ايه الاليمنتس دي كلها. انما هنا في اللينكس مفيش الكلام ده. بس هو كسنتكس كده واحنا بنكتب رياكت هو قريب من الرياكت نيتف. بس اللهم الا طبعا الفيو دي ايه لور كيس. تمام. ايمج ده يس، في ايمج برضو هنا، دي الصوره. تمام. بتاخد كلاسز عاديه. وهنا اوكي اون بايند تاب دي هنا كده الايفنت، عشان يروح ايه نكليك على دي ويروح يفاير الباك جراوند فانكشن دي في الباك جراوند ثريد. هنا عندنا تكست. التكست ده زي رياكت نيتف برضه بالظبط، ومفيش امبورت فوق. يعني فوق مفيش امبورت للتكست خالص. طيب خلونا نجرب نغير حاجه. انا هاخد ده كده زي ما هو. اوكي. ونيجي هنا هقول له مثلا لودنج. اوكي. تكست مثلا. يلا بينا. نايس على طول. اوكي نايس نايس نايس. بس هي الفكره كلها برضو ان ده مش هيدينا انطباع على موضوع الدول ثريدد برضو. يعني الموضوع مش باين قوي ليه، لان هي وان سكرين وان كومبوننت يعتبر ما فيهاش حاجه، مش بيج ديل. يعني هو برضو اكسبو او ما بنيجي نقومه الناس اللي اشتغلت موبايل وعارفه الكلام ده، الاكسبو برضو بيكون نفس السرعه. فهو ده مش ده اللي يخليني احكم هل الفريم ورك ديت هي دول ثريدد مظبوط ولا لا، او بتهندل موضوع البرفورمانس ولا لا، وفي ثريد خاص باليو اي ريندرنج والثريد التاني خاص باللوجيك ولا لا. لغايه دلوقتي أنا مش قادر طبعا ايه احكم على حاجه يعني. فدي اللي يقدر يفيدنا فيها اكتر الشباب اللي شغاله على الكروس بلاتفورم موبايل ديفلوبمنت، هم اللي يقدروا ايه يفتونا في النقطه ديت. طيب بكده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.